نتيا لحمك عزيز كديريها بالعاني وفيك الطبوحيط، الدريه ديال 18 عام قداو الغرض وانت مالك بالسلامه. هذا الكلام الجارح اللي كيتقال للنساء المتشنجات كيدل على ان الناس جاهلين تماما بالمشكله ديال التشنج المبالي، واللي كتهضر معاها تتقول لها ايوا راه لحمك عزيز فيك الطبوحيط، الدريه ديال 18 عام قداو الغرض. والادهى والامر هي فاش لو كور ميديكال والناس الاطباء تيبداو يسبوا. مؤخرا كانت عندي واحد الكوتشي تونسيه مشات عند واحد الجينيكو اقترحت عليها انها دير لها عمليه ازاله الغشاء البكاره. طبعا هذا ماشي حل للتشنج المبالي. السيده ملي دارت العمليه وسانا با مارشي غادي تتبع تقول لها القطوط في الزنقه وتيقضيو الغرض انت مالك. السيده غتعقد وغتقول لي بانني وليت كنشوف القطوط وتنحسد القطوط، يعني انا تنشوف واحد المشه تنحسدها في الزنقه. فحرام وعيب وعار على واحد الانسانه اللي تكون في لو كور ميديكال يعني في الطب وما تعترفش بالغلط ديالها. مثلا النهار الاول نقول لك انا شوفي انا ماشي التخصص ديالي، سمحي لي انا جينيكولوج ولكن ماشي التخصص ديالي تشنج المبالي، سيري عند ذوي الاختصاص سيكسولوج ولا شي حد اللي يقدر يعاونك. فعاود نعترف بالغلط ديالي فكنرمي عليك انت الغلط وتنقول بان انت الغلط ديالك. دونك هنا وضعوا حدود لما هو مسموح وما هو غير مسموح. انا مريضه هذا ما كيعنيش ان اي واحد من حقه يسبني ويعايرني ويطيح مني. دونك البنات راجعوا نفسكم في هذه المساله ووضعوا حدود.